إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا إخوة الإسلام أن خير الكلام هو كلام الله عز وجل وأن خير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وأن كل محدثة بدعة وأن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم والسامعين من النار ومن عذابها اللهم آمين. أيها الإخوة في الله، نترك أخبار الأرض إلى أخبار السماء. أخرج الإمام الترمذي في سننه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجمع من أصحابه قال تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. قال تسمعون أي معاشر الصحابة منه صلى الله عليه وسلم. ماذا يسمعون؟ يسمعون كلامه بوحي من الله تبارك وتعالى. قال تسمعون ويسمع منكم أي أنتم معاشر الصحابة يا من اكتحلت عيونكم برؤية النبي صلى الله عليه وسلم تبلغون عن النبي عليه الصلاة والسلام ما سمعتموه منكم، ثم أنكم بعد ذلك بعدما تبلغون هذا السماع وهذا الدين يحدث عنكم أقوام. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. قال تسمعون ويسمع ممن يسمع منكم. فيه إشارة إلى قوله صلى الله عليه وسلم عند البخاري من حديث أبي هريرة خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فما من مشكلة من مشاكلنا في هذه الأيام أو تحديدا من بعد الثلاثة قرون المفضلة إلا ولها أصل أصيل في هذه القرون المفضلة. القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث وقع فيه من الأزمات والمشاكل أكثر مما نحن فيه الآن. فمن أراد أن يهتدي فليهتدي بهدي هؤلاء السلف الذين سبقونا. قال عليه الصلاة والسلام تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم. هذا الحديث أيها الإخوة الفضلاء فيه نقاط ثلاثة أشير في عجالة إليها. فيه فضيلة السماع، الأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يسميه علماء هذا الفن فضيلة الإسناد، أي أنهم يسندون الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بقولهم حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه
أو سمعته صلى الله عليه وسلم يقول، أو أي صيغة من صيغة الرواية كما هو موضح في مجاله. ولذلك فإن أصحابه صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون في ذلك. فعند البخاري من حديث أنس أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عنه بين أصحابه ولا يعرفه، ويقول: أين ابن عبد المطلب؟ فأشاروا إليه صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه فسأله عن الصيام والحج والصدقة وغيرها من الأمور. ثم قال هذا الأعرابي: يا رسول الله، أنا رسول قومي إلى من خلفي، أي أنني رسول منك أحدثهم عنك مباشرة أنك قلت كذا وكذا من الأحاديث. هذا فضيلة الإسناد لقوله: تسمعون ويسمع منكم. وهكذا كان جابر بن عبد الله رضي الله عنه وغيره من الصحابة. فعند الترمذي من حديث جابر أن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه خرج من مكة إلى جابر في بلاد الشام، أو غير واحد منهم. خرج الواحد إلى أخيه يسمع منه حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الإسناد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: تسمعون ويسمع منكم. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى إمام أهل السنة والجماعة يقول أن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء في دين الله تبارك وتعالى. فلما كثر الكذب عليه الصلاة والسلام قال أهل السنة: أسندوا لنا الحديث، أي فتشوا عن هؤلاء الرجال. هذا أصل أصيل في هذا الدين. تسمعون ويسمع منكم. ماذا يسمعون؟ يسمعون العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، علم حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. إن آذاننا قد صدت ورؤوسنا كانت أن تنفجر مما نحن فيه من الأمور والفتن، ولا صارف لها إلا ربها جل وعلا. وما علينا إلا أن نفهم فهم السلف، فنتعامل كما تعاملوا، إشارة إلى أصحاب القرون الثلاثة المفضلة. ماذا يسمعون؟ يسمعون العلم الشرعي. فالنقطة الثانية في هذا الحديث فضيلة سماع العلم. قال الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب أنهم لا يستوون. فالعالم عنده بصيرة، والجاهل يتبع كل ناعم ويميل مع كل ريح. ولذلك في زمان الفتن، في فتنة الإمام علي رضي الله عنه، كان ينظر إلى الناس ويقول: ما أكثر الناس بل ما أقلهم، الله يعلم أني لم أقل فلدا، أقلب عيني حين أقلبها، أرى كثيرا ولكن لا أرى أحدا. همج رعاع، أتباع كل ناعم، يميلون مع كل ريح. أين أصحاب الآراء الصائبة؟ أين الذين تمسكون بهديه صلى الله عليه وسلم وبهدي أصحابه؟ قليل ما هم، ونسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال ربنا جل وعلا: وقل رب زدني علما. قال إمام المفسرين ومحدث هذه الأمة الإمام ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى، قال أن الله تبارك وتعالى ما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من شيء
وقل رب زدني علما. وهذا العلم يشمل أمور الدنيا والآخرة، فيشمل الحلال والحرام، ويشمل العلم بأسماء الله وصفاته، ويشمل كذلك أحكام هذا الدين، كيف نتعامل مع الناس، كيف نصبر عليهم، كيف نداوي جراحهم، كيف لا نقابل السيئة إلا بالحسنة. وكل ذلك مقرر في هذا الدين العظيم. تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، أي علما شرعيا، سهل الله به طريقه إلى الجنة. وهذا يشمل أن تجلس أمام العلماء، فهذا طلب معنوي. ويشمل كذلك أن تفتح الكتب، وأن يكون لك شيخ ناصح حاذق يوجهك إلى ما تقرأ. يشمل هذا ويشمل هذا حسيا ومعنويا، حسيا بالأخذ من المشايخ مباشرة، ومعنويا بأن تقرأ أنت بنفسك مع شيخ حاذق يدلك على أمور الخير. وعند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وفي لفظ عند الطبراني أيضا أن الملائكة والحيتان وغير ذلك يستغفرون لطالب العلم الذي يريد أن يبلغ عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هديه وهذا دينه. تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم. النقطة الثالثة فيه إشارة إلى فضل الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين اكتحلت أعينهم برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذوا منه وفهموا عنه كيف تكون معالجة الأمور في زمان الفتن وفي غيرها. كل ذلك في هديه صلى الله عليه وسلم. فهلموا إلى الصحابة رضي الله عنهم واقرأوا آراءهم في الأمور وفي المسائل، وإن كانت دقيقة وإن كانت عظيمة، فإن كل ذلك مرجعه كما ذكرت وأكرر في الثلاثة قرون المفضلة. أثنى الله جل وعلا على الصحابة في غير ما موضع من كتابه، منها الآية الشهيرة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. رحم الله الإمام مالك إمام أهل المدينة حينما قال: من أراد سوءا بالصحابة أو بواحد منهم فهو أسير لهذه الآية. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: في من تعرض للصحابة أو لواحد منهم أخاف عليه أن يترك دين الإسلام. إنهم الصحابة رضي الله عنهم عدول بتعديل الله تبارك وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. جعل الله تبارك وتعالى الرضا عن المهاجرين والأنصار، ثم قيد هذا الرضا بمن تبعهم إلى يوم القيامة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. أيها الإخوة في الله، الصحابة أمان لهذه الأمة،
والرأي والقول، بل والإشارة منهم رضي الله عنهم بفعل كذا أو بعدم فعل كذا. وانظر معي إلى ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، أي كان أبو موسى مع جمع من الصحابة في المسجد النبوي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بعدما صلوا صلاة المغرب وقالوا نمكث لصلاة العشاء، فجاءهم النبي عليه الصلاة والسلام على صلاة العشاء فوجدهم على حالهم، قال: ما زلتم هاهنا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: أحسنتم وأصبتم. وهذا فيه مشروعية الجلوس بين العشاءين لقوله عليه الصلاة والسلام: أحسنتم وأصبتم. ثم نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء، يقول الراوي: وكان كثيرا ما يرفع طرفه إلى السماء، فقال: النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنتم أي معاشر الصحابة أمنة لأمتي، أمنة لأمتي، فإذا ذهبتم أتى أمتي ما توعد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت، أي صلى الله عليه وسلم، أي إذا مات، أتى الأمة ما توعد من الفتن. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. وتعلمون جميعا حديث حذيفة الشهير في باب الفتن، وهو في الصحيحين من حديث عمر أنه قال: أيكم سمع النبي عليه الصلاة والسلام يحدث عن الفتن؟ قال حذيفة: أنا سمعت، إلى أن قال له: هذه فتنة، أي فتنة الرجل في أهله وماله وولده، تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكني أسأل عن الفتن التي تموج موج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، ما عليك، إن بينك وبينها بابا مغلقا، أي بين عمر وبين الفتن بابا مغلقا، أي أن عمر لن يدرك هذه الفتن، وتأتي الفتن بعد موته رضي الله عنه. ولذلك قال عمر، وهذا دليل على فقه يا حذيفة: أيكسر هذا الباب، أي المغلق، أيكسر أم يفتح؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال: إذن فلن يغلق أبدا. وصدق رضي الله عنه. فبعد موته أطلت على الأمة أصناف من الفتن وأمور عظام نعيشها إلى الآن. كسر باب الفتن مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. كسر الباب وفتحت الفتن، وأطلت الفتن برأسها على الأمة، فظهرت القدرية كما قال الإمام النووي في تفسير لهذا الحديث، وظهر المرجئة الذين لا يفرقون بين كفر وإيمان، وظهرت فرق أخرى وبال ونكد على هذه الأمة. فهذا باب لن يغلق إلى يوم القيامة، هذا أمر قدره الله جل وعلا. يقول بعض رواة الحديث لحذيفة: أكان عمر يعلم أنه الباب؟ قالوا: نعم، كما كان يعلم أن دون الغد الليل، أو دون الليلة الغد، أي أن الليل يسبق النهار. فهذا أمر مقرر ومكرر. كان الصحابة رضي الله
وتولى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه الخلافة ببيعة بعد عمر، وتعلمون ما حدث له، فكيف صبر رضي الله عنه، وكيف تناول الصحابة الأمور في عهد عثمان، فكف يديه ثم أغلق بابه، وعلم أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار لا تقتلوهم، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل، فكيف رأيت الله شتت شملهم وألزمهم بالعداوة والبغضاء بعد التواصل، وقتل رضي الله عنه شهيد الدار، وقد أتاه النبي عليه الصلاة والسلام كما حسن ذلك ابن كثير وهو صائم، أتاه في المنام وقال له: تفطر اليوم عندنا يا عثمان، تفطر اليوم عندنا يا عثمان، فتن وإحن بشره بها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: إذن له وبشره بالجنة، من حديث أبي موسى لما كان حارسا على بابه فدخل عمر، أبو بكر أولا ثم عمر، فبشر بالجنة، ثم دخل عثمان، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان رضي الله عنه: الله المستعان، فهي فتن وإحن ومحن، ولكنها كيف تواجه بفهم السلف، وكله بتقدير الملك الجليل جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث أيها الإخوة فيه فضيلة الإسلام، وفضيلة طلب العلم، وفضيلة الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين، وفيه فضل أي إشارة إلى فضل التابعين كما ذكر، وهم كثر، فمن أشهرهم أبو محمد القرشي سعيد بن المسيب إمام أهل المدينة، أدرك جمعا من الصحابة ومعظم العشر، ومنهم كذلك الحسن البصري أبو سعيد إمام جليل ثقة، شهد الدار مع عثمان، أي شهد موقعة الدار مع عثمان، وحدث عنه وهو لم يناهز الحلم. وكذا قيس بن أبي حازم أبي عبد الله البجلي أبوه من الصحابة، وقد هم أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام أي قيس ليسلم ليراه ويكون له شرف الصحبة، ولكنه وجد النبي عليه الصلاة والسلام قد مات. هؤلاء أعلام الصحابة ومن جاء بعدهم ومن جاء من بعدهم، أي أصحاب القرون الثلاثة المفضلة كما ذكرت وأكرر. أما أفضلهم على الإطلاق أي أفضل التابعين، فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن خيرهم، والحديث عند مسلم من حديث جابر وغير واحد من الصحابة أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خير التابعين رجل يقال له أويس ابن عامر القرني. أويس ابن عامر القرني كان رجلا من أهل اليمن في غمار الناس لا يعرف، فلما علم عمر هذا الحديث كلما جاء له وفد من أهل اليمن قال: فيكم أويس أي القرني؟ قالوا لا، حتى جاء وفد فقال لهم: أفيكم أويس بن عبد الله القرني؟ قالوا نعم، فأشاروا إليه، فذهب له عمر رضي الله عنه وقال له: يا أويس، أنت كنت بارا بأمك؟ قال نعم. قال: يا أويس، كان بك برص فشفاك الله منه إلا موضعا في جسدك؟ قال نعم. قال: لقد أخبرني النبي صلى
عليه الصلاة والسلام يقول إن خير التابعين أويس بن عامر القرني. الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين تعرفوا عليهم، اقرأوا في سيرهم، فكروا بتفكيرهم، اهتدوا بهديهم، فقد كانوا يهتدون بهدي النبي عليه الصلاة والسلام. أرى في هذا القدر كفاية، ولكنني أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يحقن دماء المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين عامة، واحقن دماءنا خاصة. اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين، اللهم احقن دماء المصريين بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. اللهم ولي من أمر هذه الأمة أمرا فشق عليهم فاشفق عليهم. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة أمرا فشق عليهم فاشفق عليهم. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة أمرا فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من هذه الأمة أمرا فيسر عليهم فيسر له. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولربوبية بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم، أكرم نزلهم، وسع مدخلهم، اغسلهم بالثلج والماء والبرد، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الله أكبر.